مساء النور شوشواتي، واش راكم؟ ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير وانتم تشوفوا في هذا الفيديو. جيتكم اليوم بفيديو جديد، يوم جديد، روتين جديد معي انايا. بديتكم النهار تاعي من لا كلينيك تاع الجسور وين كان عندي رونديفو عند لوفتالمولوج. ومن بعد رحنا تغدينا هنا، كانت معايا جوجو. خرجت معايا باسكو كانت عندنا قضيه في زوج. خرجت معايا رحنا تغدينا، حبينا نجربوا هذا الريستورون اللي حلت جديده، انكلز برجر اسمها، جايه في النوفيل في 400. للاسف ما عجبتنيش وما كانتش عند المستوى. مانيش نهضر على النظافه ولا على لي سيرفر ولا نتما ربي يحفظهم، نو راني نهضر على البنه بارابور لي بري. شوفوا هذا البلا اللي راكم تشوفوا فيه دوكا مليح. نقدر نعطيه 8 sur 10 حتى 9 sur 10. بصح غالي 95 الف يدير، ولكن بنين يعني يستاهل هذاك السعر. لكن لومبرغر اللي كومونديتها انا ولا اللي جبتها لولو بن جوجو ما عجبتنيش للاسف، وسعرها غالي. يعني دير لومبرغر دير 85 الف، سمح لي خويا زايد بزاف لو بري. اون بليس ما تستاهلش، يعني ما فيها والو، فيونداشي، طماطم، سلطه من فوق، فرomاج، هذه هي يعني ماشي لدرجه وين 85 الف. جاو الاسعار بزاف غاليه. على كل حال ما كانتش عند المستوى ريستورون، هذه ما عجبتنيش زياره ولن اعود. على كل حال من تما ضربنا طلع عند للابايه باسكو كنا قدامها يعني، ولازم نروحوا نضربوا دوره في الميعنات، ما فيهاش هذه الخرجه بلا ماعن، ولازم تاني الدريهمات يخرجوا من الجيب. انا كي نشوف الماعن جيبيه كوني يسمحوا لي، لاش تكون عندي 50 الف نجبد نروح نشري موس ب 20 الف ونروح نروح. لازمني نشري، ما فيهاش. هي شريت حويجات من بعد راح نبارطاجيهم معكم في اخر الفيديو، راح تشوفوهم. يعني ماشي حويجات بزاف، فيها البرك كيما نقولوها، محال ما ندخلوا ما نشريش، هذه امبوسي. شريت حويجات من بعد راح تشوفوهم ان شاء الله. ومن ما رحنا للمول. كان جوجو هنايا حبت تشري حويجات ليها. اون فان كونت خرجنا ويدينا فارغين، يعني ما شرينا والو. وتاني دخلنا في الصيف، سمحوا لي شوفي كانت سخانه انكرويابل نهار هذاك، لدرجه وين النفو ما كانش. يا اختي كي خرجنا لقينا الدنيا مقلبه، السما كحله، النو تصب، التراب طالع، الريحه تاعو. قلت لها وشو هذا؟ دخلنا في الصيف خرجنا في الشتاء، والله العلي العظيم ما فهمنا فيها حاجه. لا علينا، راح نخليكم تتابعوا معايا بقيه الفيديو. انا هنايا رحت لدارنا كي خلصنا من المول، رحت لدارنا وصلنا مع المغرب ولقيناهم ديريكت رايحين يتعشاو، يعني تعشينا معاكم. راح نخليكم تشوفوا بقيه التفاصيل، وانا في نفس الوقت راح نحكي لكم على انسانه اللي هي مشتركه معنا هنا في القناه، طلبت رايي في واحد الموضوع. راح نخلي لكم تعليقها هنايا في الفيديو باش تشوفوه وانتم تاني تمدوا لها رايكم في التعليقات. بالنسبه لي انا يا اختي، انا يا اي مشكل يصرى ما بين زوج، ماذا بيا نتلاقى بزوج في زوج، نتلاقى بهم يعني في زوج ونسمع منهم في زوج باش نقدر نحكم على الانسان اللي غلط، لانه الحكم موش بيدي طبعا، ولكن قصدي باش نقدر نمد رايي في الموضوع. علاه؟ لانه قادر انت تحكي لي حكايه الاخرى تجي تحكي لي حكايه اخرى ونولي نقول لي الاخرى اللي عندها حق، فهمتيني؟ اسمه من الافضل انه يكون في زوج، ولكن راح نجاوبك انت على حساب تعليقك انت وعلى حساب رايك اللي قلتيه. يعني بالنسبه للجزء الاول اللي قلتي لي فيه انه ما ذوقتكمش ماكلتها لمده عامين، يعني ما تعرفوهاش وما تعرفوش وجهها ما تعرفوش دارها. انا سمحي لي نقدر نقول على الطفله هذه راهي ماهيش بنت اصل وماهيش بنت فاميله. واي طفله هنا راهي تسمع فيا مقبله على الزواج، سواء مخطوبه ولا عزباء ولا حتى متزوجه، واش نقدر نقول لكم؟ ما فيها والو. العبد كي يربح دعوه الخير من جهه وتربحي محبه زوجك من جهه اخرى، لانه كي تكرمي والديه وتكرمي فاميلته بصفه عامه راح تكبري في عينه، وراح يشوفك باللي صح انت بنت فاميله وبنت اصل وتستاهلي كل خير، وراح يقوم بيك ويقوم بماليك وزيد هناكم، فهمتيني؟ تما كل ما راح تحببي زوجك فيك كل ما راح تهناي اكثر واكثر. والعبد ما يحوس على والو، يحوس على غير على هنا. يعني ما فيها والو لو كان اختراع على اختراع تعرضيهم اروحوا تعشاو اروحوا تغداو، ولا اختراع على اختراع مثلا ديري سنيوه تاع قهوه، سورتو اذا انت كيما الحاله هذه كانت تسكن فوقهم، يعني في طاج اللي فوقهم فيها والو. ساعه على ساعه ندير سنيوه تاع قهوه، مثلا ندير سفنج ولا ندير سمنيات، ندير طمينه، بسبوسه، مسكوته، الشي اللي كتبوا ربي، ندير سنيوه تاع قهوه ونعيط لهم قال ارواحوا نتقهواو مع بعضنا نتوانسوا شويه، ولا نهبط انا نهز السنيوه تاعي ونهبط ارواحوا نتقهواو شويه. العبد يكسر الروتين ويبدل الجو، وفي نفس الوقت يربح محبة زوجك، يعني راح تربحي محبة زوجك أكثر واكثر. ما فيها والو. شوفوا لي جاست هادو صغار بالنسبه لينا حنا راهم صغار، ولكن بالنسبه لزوجكم ولا الناس داركم راهم دي جاست كبار. يعني العروسه كي تكون متفهمه وكي تكون ظريفه وكي تكون اصيله
وكريمه مكرمه، يعني صدقوني راح يحطوها في عينيهم، الا اذا كانوا هادو الناس ما يسواوش، مع كل احتراماتي، ولكن الا اذا كانوا الناس هادو ما يعترفوش بالخير ولا انهم يستاهلوا اصلا الخير. باسكو كاين ناس فريمون مهما ديري فيهم الخير تشوفوا كيما يقولوها تشوي لهم الشحمه على الضفر، ولكن هكاك ومش مش راح يستعرفوا بك، ولا يقولوا الطفله هذه راهي فري بنت فاميله وفحله ومتاصله، راح يخرجوا فيك العيوب مهما كان، لانه النقص راهو فيهم هما ماشي فيكم انتوما. ليسونسيال نتوما ديروا النيه ومشيو بالقلب الصافي، وربي راح يعطيكم على قد نيتكم. هذه بالنسبه للجزء الاول. الجزء الثاني اللي قلتي لي فيه انها تقفل دارها وتروح وتجي حتى يجي زوجها، هنايا في بين قوسين سمحي لي اختي، ولكن ما تحوسيش على دارها. علاه؟ لانه دارها راهي خصوصيتها، علاه تخليها لك محلوله؟ انتي واش راح ديري بدارها؟ نتما حاطه حوايج خصوصيين ماذا بها واحد ما يشوفهم، وعادي جدا ومن حقها. يعني الناس رانا في 2025 ما تبقاوناش بالعقليه تاع ناس بكري يقفلت الدار في وجهي ويمنا. مادامها هي تما هاي تخلي لكم الدار، ولكن هي ما كانش من حقها تقفل دارها، لانه مهما يكون راح تبقى دارها وراح تبقى المساحه تاعها الامنه اللي تكون فيها على راحتها ومخليه فيها خصوصيتها اللي ما بها حتى واحد ما يشوفهم. خير من تخلي دارها محلوله ومن بعد تولي تقول لك فتشوا لي بيتي، دخلوا فتشوا لي حوايجي، دخلوا لشومبرتي، راحوا للصالون تاعي، كسروا لي صحن، داروا لي هكا، داروا لي هكا، باش العبد اصلا يفيتي المشاكل. ومنها تقفل دارها بكل حريه، وهذه وجهه نظري انا يعني كشخص. انا بالنسبه لي ما عنديش مشكل نهائيا تقفل بيتها ولا ما تقفلهاش، سي كيف كيف. انا مهما يكون انا زعما كون جيت سلفه وعايشه في دارنا ومعايا العروسه، مهما تخلي بيتها محلوله مش راح ندخل اصلا عندها ولا راح نشوف. ولكن اذا قفلتها تاني سي كيف كيف، انا اصلا مش راح نفيق بها لا كان حلتها ولا قفلتها، باسكو ما نتجرأش ونطلع ونحل الباب اصلا لا نشوفه لا كان محلول ولا مقفول. فهمتيني؟ يعني سي با لا بين تحطيها في مشكل في مشكل في راسك هاد الحكايه وتعتبريها بلي حاجه كبيره، لانه من حقها تقفل دارها وعادي جدا. ثالث حاجه وين قلتي لي احنا اللي ما نسواوش وحنا اللي فينا وفينا، يا اختي نقول لك ما تعمريش راسك بها. سمحي لي شوفي، هذه انسانه ما يشتى خير، انسانه ما تفهمش للاصول. العبد يجبد روحه على قد ما يقدر. يقول لك الباب اللي يجيك منه الريح سدو واستريح. هذه الانسانه قد يجيوك منها المشاكل، هذه الانسانه ما يش معبرتكم، انا تاني ما نعبرهاش. اللي باعك بالفول بيعوا بقشورو، بيعوا باطل ماشي غير بقشورو بيعوا باطل. اختي اللي قيمك قيميه، اللي ما قيمكش ما تسمعيش به نهائيا. يعني خطيك من الناس هادو اللي سلبيين، الناس اللي ما عندك ما ديري بهم في حياتك، كي كاينين كي ما كانش. هادو ناس صدقيني راح يجيك منهم غير الضرر، راح يجيك منهم غير المرض، راح يجيك منهم غير الضغط النفسي. يا اختي ما عندك ما ديري بهم. التهاي بروحك، التهاي بخدمتك، التهاي بقرايتك. اذا ما تخدميش روحي ديري بروجي شقاي على عمرك اتقفي كتر وكتر. وخطيك من الناس صدقيني راح ترتاحي نفسيا. كل ما تبعدي عليها تقولي واش راح لي فيها وجو مونفو اي جو مونفيش، نتما راح تتهناي على الاخر. وهذه هي خواتاتي، رانا وصلنا لنهايه الفيديو، ان شاء الله يكون عجبكم، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه.